يعتبر الأهلي المصري من الأندية الإفريقية العريقة، فإن لم نقل أفضلها على الإطلاق، فالفريق المصري يتوفر على إدارة كبيرة تعرف من أين يؤكل الكتف، فهي لا تستقطب إلا الأفضل من المدربين والأفضل من اللاعبين. فالفريق يتوفر على ترسانة كبيرة، كما أنه يطبق الطريقة الأوروبية في العمل. فالنادي يتوفر على الإمكانيات التي تجعله كبيرا جدا في القارة الإفريقية والعالم، فهو نادي القرن في إفريقيا، فهو النادي الذي دائما يتواجد في كأس العالم للأندية بفوزه الدائم بأبطال إفريقيا. النادي كبير جدا بجمهوره وبمنخرطه وبمدربه وبرئيسه. فالنادي هو لا يقبل إلا بالجودة الكبيرة من اللاعبين، فهو لا يتعاقد مع لاعبين أقل خبرة أو أقل من النادي، فهو دائما يبحث عن الأفضل في مختلف القارات. لقد وجه المارد الأحمر بوصلته هذه السنة إلى الأسود المغاربة من أجل تعزيز خطوطه، وقد تمكن أخيرا من الحصول على الثنائية الجيدة التي حققت نجاحا باهرا مع الوداد الرياضي البيضاوي. وقد استقطب هذا النادي اللاعب عطية الله قادما من سوتشي الروسي، كما استقطب أيضا اللاعب الدولي المغربي الآخر أشرف داري قادما من بريستول